مساء الخير مشاهدينا الكرام. النهارده احنا مع الباشمهندس خالد في المزرعه بتاعته في قرب كارتة اسكندريه. هنتعرف على الباشمهندس خالد وهنتكلم معاه على المزرعه بتاعته، مزرعه الدراجون. ازاي بدأها وبدأت ازاي، والخطوات اللي مشي بيها من كام سنه لحد دلوقتي، وهل المشروع معاه شايف ان هو مجدي ولا مش مجدي، هل ينصح بيه الناس ولا لا، ونعرف منه برضو شوية الأفكار الجديدة اللي هو بيعملها، بحيث إن لو حد لسه عايز يبدأ المشروع دوت يبقى قدامه صفحة كاملة من البداية للنهاية، بدل ما يبدأ من أول البداية. ازيك يا باشمهندس خالد؟ ازيك عامل يا إيه؟ ازي باشمهندس، ازي حضرتك؟ عامل حضرتك؟ إيه؟ عامل ايه؟ أخبارك؟ الحمد عامل لله، إيه؟ الله يبارك لك. عرفنا كده بقى عن المزرعة بتاعتك الجميلة ديت، وإزاي بدأنا القصة دي مع بعض ووصلنا لحد فين كده. احنا بدأنا تقريبا من حوالي 4 سنين، بدأنا بشوية تجارب على الدراجون، لسه متعرف جديد على الدراجون، وجبنا العقل بتاعته من احدى الشركات الكبيرة، يعني اللي هي ليها سمعة جيدة ان الامهات عندها مثمرة والشجر مثمر. وبدأنا نجرب في مساحة حوالي تقريبا ربع فدان. آه، خدنا كل حاجة في الربع فدان ده لغاية ما الحمد لله اطمنا الزرع ده بيمشي ازاي، والبيئة مناسبة عندنا، التربة مناسبة، أنواع التسميد اللي بنحطها كويسة. فبدأنا نفرد، وطبعا اطمنا الأول للتزهير وللإسمار وكل ده. عشان تطمن عش- إن الشجر ده مثمر الشجر مثمر والعوائد بتاعته كويسة، بالظبط عشان كده. تبتدي تقدر تكتر منه. وهي دي خلي بالكوا، بالظبط. عشان في ناس كتير بتقع في الحتة ديت، تجيب عقل من مصدر مجهول وتزرعها وتبتدي تعقل منها وتكبر المساحة قبل ما تنتج، فيحصل بعد كده مشاكل على مساحة كبيرة. فهو الأحسن يا إما تاخد من مصدر موثوق منه زي ما الباشمهندس خالد عمل، راح بص بعينيه الأول في الشركة ديت وشاف الإنتاج وخد من الشجر المنتج دوت علشان يضمن ان الدنيا ماشيه معاه مظبوطه. ودي اول خطوه مهمه في الموضوع ده. بعد ما عدينا تقريبا حوالي 8 شهور او 9 شهور في التجربه دي، في نهايه السنه الاولى بدانا نفرد فدان، وبعدين السنه اللي بعدها فدان، السنه اللي بعدها 3 فدادين. وصلنا النهارده دلوقتي ان احنا الحمد لله زارعين حوالي 6 فدادين دراجون. والشتلات بتاعتنا زرعنا بيها حوالي 6 مزارع، من اول ابو غالب، طريق مصر اسكندريه الصحراوي، العلمين، عند السادات، زرعنا في مدينة الحمام، زرعنا جنب كارتة اسكندرية. يعني حوالي 6 مزارع خدناهم زراعة بشتلات، ببرامج تسميد، بمتابعة لحين الإثمار طبعا. يعني احنا بنتكلم على ربع فدان بدات بيه، وبعد كده وصلت بارضك لستة فدان ده الخاصة بيا أنا، الخاصه بيك من شتلاتك. من شتلاتي. ما جبتش شتلات تاني من ما بره؟ جبتش الشتلات من بره، لأن يعني دي من ربع شتلات فدان. بالظبط، لأن الشتلات دي هي الوحيدة اللي أنا ضامنها، لأن من تمام. أمهات مثمرة يعني. وزرعت كمان 6 مزارع بالمناسبه. زرعنا 6 مزارع بإجمالي حوالي 18 فدان. الست 18. مزارع دول. 18 فدان. يعني احنا كده بنتكلم ان ربع فدان في خلال 6 سنين قدر يفرش لك مساحه فوق ال 20 فدان. بس هو مش ربع فدان، هو ربع فدان اداني شتلات فدان بعد سنه. الفدان ده اداني 3 4 فدادين في خلال سنه كمان. 3 4 فدادين عملوا معايا، فرشوا معايا اكتر من 18 فدان، وعندنا دلوقتي في الارض اكتر من 30 الف شتله من انتاج المزرعه. ال 30 الف شتله دول من انواع مختلفه، من الابيض اللي هو الاحمر، الخارجي احمر، قلب ابيض، الهروبه اللي احنا بنقول عليه الفيتناميز. ومن الاحمر بانواعه، في عندنا الريد ماروكان والريد فيتنام، وفي الجودزيلا، ده كل ده الاحمر، وفي الايزس، وفي طبعا اللي انا بقول عليها ان هي التوب بتاع الاحمر، الجودزيلا. دي شجره انا بحبها جدا، ومن افضل الاشجار الاحمر اللي موجوده في السوق. انا برضو باكد مع الباشمهندس خالد، خلال خبرتي في ال 10 12 سنه اللي فاتوا، انا شايف ان الجودزيلا فعلا من افضل الاصناف الحمراء. الدراع بتاعها قوي جدا، الثمره بتاعتها كويسه جدا، طعم كويس، ففيها مواصفات كتيره يعني كويسه. الدراجون من الزراعات اللي هي مش متعبه بالنسبه للمزارع او المستثمر. اولا هي طبعا البنيه التحتيه بتاعتها هي اللي في الاول مكلفه شويه، لان دلوقتي الفدان تكلفه الشده بالتوضيب بالعمدان بالخراطيم بكل ده. وضحهم يا طاهر بعد اذنك، يعني المقصود بكلمه الشده بالصران بالتكعيبه، وضحها من خلال الصوره.
يعني احنا عندنا التكلفة الأساسية بتاعة الدراجون بتبدأ الأول بشدة الخشب والتغطية بالسيران اللي باينة في الصورة. تاني حاجة الأعمدة الخرسانية اللي بنعملها عشان يطلع عليها النبات ويعمل نحط الويل بتاعتنا ويبدأ يعمل الطرحات بتاعته، والخراطيم اللي هي التأسيس بتاع التنقيط بتاع ري الزرع. التكلفة دي في الأول كانت بسيطة زمان لما بدأنا، دلوقتي التكلفة دي ممكن تخش من 250 ل 300 ألف جنيه للفدان، بس دي التكلفة اللي بتدفع مرة واحدة في خلال اللي هي 15 بنسميها سنة. الفيكسد كوست او بالظبط، الاصل بتاعك يعني. الانفرا كونستراكشن بتاعتك اللي بالظبط. بتتم المرة واحدة بس. مم. لكن الفدان نفسه بيعوض التكلفة دي في خلال سنتين، يعني الناتج بيعوض ده في خلال سنتين. بعد 3 سنين ناتج الفدان معانا وصل ل 4 و5 طن، معنى كده ان الفدان صافي بعد مصاريفه وبعد تكاليفه ممكن يعدي النص مليون مستريح في السنة دي. طبعا بالنسبة لزراعات كتير في مصر هي تعتبر من أنجح وأربح الزراعات اللي موجودة دلوقتي، اللي ممكن يعني ناخد منها عائد كويس. لكن الفدان نفسه بيعوض التكلفة دي في خلال سنتين، يعني الناتج بيعوض ده في خلال سنتين. بعد 3 سنين ناتج الفدان معانا وصل ل 4 و5 طن، معنى كده ان الفدان صافي بعد مصاريفه وبعد تكاليفه ممكن يعدي النص مليون مستريح في السنة دي. طبعا بالنسبة لزراعات كتير في مصر هي تعتبر من أنجح وأربح الزراعات اللي موجودة دلوقتي، اللي ممكن يعني ناخد منها عائد كويس. النبتة هنا كمان العائد بتاعها مش مجرد ثمار فقط، يعني في ثمار وفي شتلات وفي عقل، فتقريبا كل حاجة في النبات بتتباع، فهي دي ميزة عن بعض. يعني لو قارناها مثلا بالمانجا، انت عندك الثمر لكن الورق مش هيتباع بتاعها ولا اي حاجة. والشتلات ما اكثرها شتلات، يعني مصر كلها بقت شتلات مانجا دلوقتي، فسعر الشتلة هنا حاجة وسعر غير كده شجرة المانجا بتحتاج عناية كبيرة قوي عبال ما تطلع شتلة وأصل بلدي، وبعد كده تيجي تطعم عليها، قصة كبيرة. أما هنا الموضوع أبسط بكتير. تمام، بس فهي الكوست بتاعها كوست مش عالي على مدار السنة. لما نحسب التكلفة بتاعة الدراجون كتسميد كري كعمالة، هي مقارنة بالمانجا وبالعنب وبقية الفواكه هي كوست قليل، بس العائد بتاعها عائد كويس جدا. احنا بنحاول نشجع الناس ان هي تدخل في الزراعات الغير تقليديه دي لسبب، الهدف من اي زراعه هو المكسب المادي كاستثمار. بالظبط. لو انا الارض بتاعتي جابت لي اعلى كوست خلاص، او اعلى عائد مادي بعد من الكوست، يبقى انا مش عاوز حاجه تاني. الحاجه التانيه ودي مفيده برضو لكل الناس اللي مهتمه بموضوع الدراجون، ان هي مش بتمنع من الزراعات الموسميه، بمعنى ان انا اقدر في الشتاء ازرع زراعات موسميه زي الثوم زي البصل زي بعض الزراعات اللي ممكن تنفع تحت الدراجون، وفي الصيف برضو في زراعات تانية ممكن تنفع تحت الدراجون زي الفلفل بانواعه بالكامل زي الكنتالوب، ودي احنا جربناها زرعناها تحت الدراجون. فعندنا زراعات كتير موسميه صيف وشتاء هتبقى بتجيب على الاقل بيها الكوست الثابته بتاعه العماله بتاعه التسميد، بحيث ان هو الناتج الكامل بتاع الدراجون يبقى بالكامل صافي بالنسبه طبعا انت بتتكلم على، هو بيتكلم باشمهندس خالد على المساحه اللي هي البتوين دي مساحه موجوده ممكن استغلالها في اكثر من محصول، زي ما احنا وريناكم قبل كده في مزارع تانية ان في ناس زرع باينابل على الدراجون اللي هو الاناناس، وكانت برضو ناجحه مع الناس. طيب هو سؤال، يعني انا طبعا بعد اللي انت قلته دوت، هو سؤال انا شايفه محروق شويتين ثلاثه اللي يعني ان هو المشروع مربح او مش مربح. طبعا من ربع فدان ل6 فدان اي واحد مستثمر اكيد مش هيضخم مساحته اذا ما كانش الموضوع مجدي معاه، بس الناس برضو حابه تطمن. انت شايف ترشح الناس، انت راجل دلوقتي مش استشاري زيي او حد عنده مشتل ولا حاجه، انت راجل دي مزرعتك وده مكانك، انت شايف لو حد داخل على الموضوع ده ترشح الموضوع ده ليه، ولا شايف ان هو، ولو هترشحه له ايه الاساسيات اللي لازم، يعني في صورة نقطتين ثلاثة لازم يبقى معاه مقومات ايه علشان يقدر يشتغل المشروع ده؟ هو طبعا انا ارشح المشروع ده لاي حد يعني هو عايز يعمل نوع من انواع المكاسب الماديه كويسه او استثمار جيد لارضه، لان هو هتجيب معاه مكسب كويس جدا. طب ايه النقاط اللي هو ياخد باله منها؟ اول حاجه المينيمم سبيس اللي احنا بنتكلم عليها، المساحه الاقل مساحه ممكنه
عشان العماله وتوفير العماله يبدا ب2 فدان على الاقل، تبقى الشده واحده، هياخد شده واحده لل2 فدان، هتعمل معاه تقليل في الكوست 30% في الشده لل2 فدان مع بعض. الحاجه الثانيه ان العامل اللي هيشتغل على فدان واحد هو اللي هيشتغل على 2 فدان، فهي نفس الكوست. طيب الاهم بقى من ده كله، انا هجيب شتلاتي منين؟ وايه نوعيات الشتلات؟ طيب نتكلم في الجزئيه دي. اجيب شتلاتي منين؟ اجيب شتلاتي من مكان انا شفت فيه ثمر، بالظبط. مش من اي مكان تاني. يعني انا عايز ازرع دراجون، اروح مزرعه اشوف ثمر بعيني على الشجر اشتري منه. ليه؟ لان الام مثمره، يبقى الشتله مثمره. الحاجه الثانيه، ايه النوعيات اللي انا ممكن ازرعها؟ الدراجون فيه اكتر من 50 صنف، بس مش كلهم اكتر مش بكتير. كلهم تجاريين. بمعنى ايه كلمه تجاري؟ بمعنى ان الشجره بتديني محصول كويس اقدر اكسب منه. ممكن شجره يبقى الكيلو منها ب 500 جنيه، بس بتديني كيلو واحد بس او 2 كيلو، دي مش تجاريه. لكن شجره ببيع انا الجمله بتاعتها ب 150 جنيه بس بترمي لي اكتر من 12 كيلو، دي شجره تجاريه، دي حاجه اقدر اشتغل عليها. فاحنا عندنا اصناف زي الابيض الهروبه، زي الاحمر ريد فيتنام، زي الجودزيلا، زي الايزس. الايزس الاسمار بتاعه مش كبير اقل كتير، شويه بس بس السعر مع فرق بيعوض السعر يعني. بتاعه بيديني في لكن الاخر ما ناتج كويس. تقارنش مثلا بالبلوره. لا لا البلوره لا، ما بتديش انتاج البلوره يعتبر. البلوره يعني هو نصيحه. نمو خضر يعني. البلوره اللي عايز يزرعها لبيته عشان يدوق ثمره طعمها حلو، اه ماشي، ازرع 5 6 شجرات، لكن هي مش صنف تجاري ينفع اكسب منه. بالظبط. لكن الاصناف اللي انا ذكرتها دي الاصناف التجاريه اللي انت ممكن توصل من الفدان 4 و5 طن، وممكن اكتر من 5 طن كمان. يعني احنا متوقع ان شاء الله السنه دي باذن الله ان احنا نعدي ال5 طن من الفدان باذن الله. فدي الاصناف اللي ممكن تعمل معاك عائد كويس جدا جدا من الدراجون. يبقى الاول بختار اولا السبيس اللي انا هشتغل عليها تبقى سبيس مناسبه بماكسيمم بينيفيتس زي ما بنقول. الحاجه الثانيه ان تبقى الاصناف اللي انا هشتغل بيها جايبها من مزرعه شايف الاسمار بتاعها، والاصناف نفسها اصناف تجاريه شغاله كويس. ثالث حاجه برامج التسميد، ان انا امشي مع حد فاهم في الدراجون ببرامج معينه. طبعا الدراجون برامج التسميد بتاعته بتختلف على مدار السنه ل7 8 برامج. في الشتاء برنامج، في بدايه الربيع برنامج، قبل الازهار برنامج، على حسب المرحله الفسيولوجيه. حسب المرحله الفسيولوجيه. فانا ما اخدش الدراجون ان هو زي البرسيم او الذره او الفول او الكلام ده بحط له سماد معين والموضوع انتهى. لا، ده ليه برامج بنمشي بيها على مدار السنه، مش معقده ومش صعبه ومش مكلفه، بس في الاخر لازم اتبعها عشان اوصل للحد الاقصى من الانتاج اللي انا عايزه. ان النبات بتاعي ما يبقاش على ستريس او على جوع، يعني الاثنين دول بيتعبوا. يعني الستريس والجوع هيخلي النبات عايش بس مش هيديني الماكسيموم الانتاجيه بتاعتي. هي علشان كده ده المذهب اللي انا كنت تقريبا بنادي بيه من سنين طويله قوي. يعني بعض الناس كانت بتلومني، بتقولي ليه انت ما بتحبش تعمل فرايتي كتيره، ما بتحبش يبقى عندك اصناف كتيره وبتاع. مثال حي اهو باشمهندس خالد، من ساعه ما اشتغلنا مع بعض ده كان من مبدئي ومذهبي ان احنا نشتغل من كل صنف في نوع او نوعين. واحنا جبنا اصناف تانية وجربناها بس على نطاق صغير جدا، ولما ما نجحتش معانا ما كترناش منها، استكفينا بالاصناف اللي احنا شايفينها كويسه او اللي احنا شفناها بعينينا ان هي كويسه. ودي النتيجه، ان لو ما نوصل ل5 طن للفدان، انا اي ثينك ان ما فيش حد وصل الارقام ديت في مصر. الانتاجيه معروفه في مصر من 2 ل 3 طن للفدان، 4 طن ماكسيمم. فان هو يوصل ل5 طن ده نتيجه ان هو مركز قوي على اصناف. لان في الاول وفي الاخر احنا بنحسب كفدان، فانت ممكن في الفدان دوت عندك 100 شجره بلوره، فهم دمروا لك انتاجيه الفدان. وده اللي بيحصل في المزارع اللي بشوفها كتير. هو عنده شجر كويس جدا وشجر مش منتج، فلكن كمساحه فدان هو ما لمش يقول لي الانتاجيه قليله. ما هو انتاجيه قليله عشان في اصناف كتيره ملهاش لازمه في القصه. لكن احنا هنا لو بصينا على الشجر كله، هم ال4 اصناف او ال5 اصناف بالكتير اللي قال عليها باشمهندس خالد، هي الارض كلها. وكمان مقسمينهم، يعني هنا المكان الابيض، هنا مكان الاحمر، هنا مكان الاصفر. فالدنيا واضحه وصريحه فعلشان كده بقول توحيد الاصناف اكتر ما يكون عندك 20 صنف وفيهم اصناف مش منتجه، وخصوصا لو انت بتتكلم على نطاق الاقتصاد.
اخيرا يا باشمهندس خالد، هستأذن حضرتك ان انا هحط على الفيديو دوت رقم تليفونك واللوكيشن بتاع المزرعه هنا، بحيث ان لو حد حابب يبدأ المشروع دوت وعايز يجي يبص على الشجر وعايز يجي يبص على الثمر ويجي ياخد عقل ياخد شتلات يبتدي يتواصل مع حضرتك. دي حاجه تشرفنا طبعا، تشرفنا يا باشمهندس أشرف. يا رب يكون اللقاء افاد ناس كتيره، وناس اللي كانت عايزه وناويه على موضوع الدراجون اهي فرصه قدامكم، مثال حي، حاجه من 6 سنين، مش موضوع سنه ولا لسه بيزرع. لا، خلي بالكم المزرعه اللي احنا فيها دي المزرعه الصغيره مش الكبيره. المزرعه الكبيره لو بصيت لغايه المزرعه الكبيره الاقدم